يتجه وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب إلى تغيير قناعاته بشأن الثنائي عبد الرزاق حمد الله المحترف بصفوف اتحاد جدة السعودي ويوسف العربي لاعب أولمبياكوس اليوناني بشأن موقفهما من قائمة الأسود في كأس العالم قطر 2022. وكان الركراكي غير مقتنع تماما بحمد الله، وأعلن ذلك بشكل مباشر في تصريحات إذاعية، مؤكدا أنه ليس من فئة المهاجمين التي تروق له، وقال: حمد الله يكتفي بانتظار الكرة ولا يلتزم بالأدوار الدفاعية، وشخصيا أميل للعب بنظام الكتلة ولا أفضل رأس الحربة الصريح. كما كان مدرب الأسود غير مرحب باستدعاء العربي، حيث قال: كان العربي معي عندما كنت مدربا مساعدا بالجهاز الفني للأسود في أفريقيا 2013 بجنوب أفريقيا، وأهدر انفرادا صريحا يومها أضاع علينا التأهل للدور الثاني. إلا أن تصارع الأحداث وبعض الظروف الطارئة بدأت في تغيير قناعات الركراكي تجاه الثنائي، وخصوصا فيما يتعلق بإصابة يوسف النصيري التي أثرت على مستواه، وكذلك عبد الصمد الزلزولي الذي يغيب عن أوساسونا منذ أسبوعين، وتراجع مستوى كل من وليد تشديرة، أيوب الكعبي وريان ماي. الركراكي مقتنع بضم حمد الله والعربي إلى القائمة الموسعة للأسود في المونديال. وهناك اتصالات حدثت من جانب الجهاز الفني للأسود مع اللاعبين لإبلاغهما بضرورة البقاء على أهبة الاستعداد مع احتمالية ضمهما للقائمة النهائية التي ستطير إلى قطر. ويذكر أن حمد الله الغائب عن قائمة الأسود منذ معسكر أفريقيا مصر 2019 بسبب خلافات مع الأجهزة الفنية، يتدرب حاليا في إحدى الصالة الرياضية بمسقط رأسه في أسفي مع مدرب خاص، بينما ينتظم العربي في تدريباته رفقة ناديه.